السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة عملنا سفرة خفيفة جميلة. هنعمل طواجن البامية بالكفتة بكفتة داود باشا، وكمان هنعمل الرز جنبيها، وهعمل كمان اللي هي سندوتشات الجلاش بالكفتة. اللحمة المفرومة وحطيت عليها بصلاية واحدة. كيلو اللحمة حطيت عليه بصلاية واحدة وملح وفلفل، وهحط كمان توابل الكفتة، واحط معاها معلقة بيكنج باودر بتخليها هشة وجميلة، وكمان هحط معلقتين النشا مع نص معلقة البيكنج باودر اللي حطيتها، هتديها هشاشة حلوة وجميلة، مش هتبقى مكبوسة بالطريقة دي. وهمسكهم كلهم اخلطهم في بعض بحيث لغاية ما تبقى النسيج بتاع اللحمة كده باين. وهحط كمان شوية خضرة بساط، وهقلبه كله ببعض، وهبتدي اشكل فيها. هنشكلها كده كور بالطريقة دي اللي هي كفتة داود باشا. طبعا لو انت عايزة تستغنى عن الخضرة براحتك، بس هي بتديها تست حلو وجميلة. شكلتهم بالطريقة دي وهنشوحهم في الطاسة. دهنت كده اللي حطيت معلقتين زيت وهشوحهم فيها بالطريقة دي. اول ما تاخد لون من ناحية هنقلبها على الناحية التانية، وهشوح برضو الباقي. شوحنا كل الكمية بالطريقة دي، راح اشيلهم. هحط مكانهم كمان. هنعمل دلوقتي طاجن البامية. حطيت معلقتين زيت، عايزة تحطي سمنة، عايزة تحطي زبدة، حطي زبدة مع زيت براحتك. حطيت بصلاية واحدة وملح وفلفل وأقلبهم، هنديها تصفيرة بسيطة مش هنحمرها. وحطيت عليهم كيس البامية المجمد وهشوحهم مع بعض. وحطيت عليهم كزبرة كمان، معلقة كزبرة ناشفة، معلقة صغيرة، وهشوحهم مع بعض. وحطيت طبعا على البصل ملح وفلفل، وكمان حطيت اللي هي مرقة ماجي وفلفلاية ألوان. لو انت عايزة فلفل أخضر بس براحتك، أنا عندي في التلاجة فحطيتهم. وحطيت مرقة معاهم، وحطيت عصير الطماطم وكوباية كده مية مع عصير الطماطم من عصير الطماطم اللي عندي مركز، وكمان معلقة صلصة طماطم، وحطيت الملح وسبتهم يغلوا مع بعض. وكمان هنعمل الكفتة اللي هي بتاعة الجلاش. حطيت برضو نص كيلو لحمة مفرومة، عليها بصلاية واحدة وتوابل الكفتة وملح وفلفل، وحطيت عليهم برضو نص معلقة بيكنج باودر. بس دول هاخدهم، عايزة تعمليهم على ايدك براحتك، انا هعملهم في الكبة عشان يتداخلوا اكتر مع بعض. وهفرمهم فرمة جامدة لغاية ما يبقى البصل وكل التوابل. هضربهم كده بالكبة لغاية ما يتداخلوا كلهم مع بعض، وتبقى النسيج بتاع اللحمة باين، يعني مش باين خالص فيهم، ويتداخلوا ببعضيهم. الطريقة دي ضربتهم كده ضربة مبرحة بالطريقة دي لغاية ما نعمت خالص. هنقولهم في طبق وهبتدي أشكل فيهم. هنعملهم أصابع كده، هنعملهم صوابع بالطريقة دي، وهنحشيهم في الجلاش وهم نيين. أيوة، الكفتة نية والجلاش مع بعض وهيستوي، هتبقى جميلة. هنشوفها، بس استني كده وشوفيها معايا في آخر الفيديو. جميلة جدا جدا جدا. شكلتهم صوابع مع بعض كده، وجبت لفة الجلاش زي ما هي فردتها ولفتها، حتى كانت مقطعة معايا لكن مهمنيش، وعملتها وطلعت جميلة جدا. هتتلف ومش هتبان، وهتبقى كويسة خالص. قطعتها كده 3 قطع قد بعضهم، وهنمسك كل واحدة نفردها، واعمل الخليط اللي هو هندهن بيه. هنحط كوباية لبن مع معلقة سمنة، وكمان معلقتين 3 دقيق، وهنقلبهم كلهم في بعض وبيكنج باودر. الطريقة دي هقلب كله في بعض، نضربهم كده، وهندهن بيهم الجلاش. دي التشريبة بتاعت الجلاش.
لقيت الدقيق كده خفيف شوية، حطيت معلقة تاني عليها لغاية ما يبقى زي عجينة الكريب بس على اخف، يعني اخف من عجينة الكريب. وهمسك كده اللفة زي ما احنا قطعناها، شوفوا حتى طلعت مقطعة من جوه، لكن عملتها وطلعت حلوة جدا. هتتلف كله مش هيبان. الطريقة دي كل ورقة كل ورقتين كده بدهنهم، وبعد كده هحط فيها صبع الكفتة، حطيته ني وهيطلع حلو وهيستوي. الطريقة دي كمان هدوس عليه بحيث ان هو يبقى زي السندوتش الصغير كده، وهلف بيها. هدهن برضو الجلاش بالطريقة دي، كل ورقة والتانية ندهن عشان تدينا التوريقة الجميلة. وهلف باقي صوابع الكفتة اللي احنا صبعناها وهنحطها ونرصها، وكمان هنشوف هنعمل فيها ازاي على الصينية، وهنحطهم لفتهم كلهم. والشوية اللي هم فضلوا حطيت عليهم بيضة، وهحط رشة فلفل اسود عشان البيضة برضو، وهقلبهم تقليبة كويسة. وده التشريبة اللي هنشرب بيها الجلاش في الصينية. دهنت الصينية سمنة، عايزة تدهنيها زبدة دهنتها انا سمنة، كمان كانت سمنة بلدي فبتبقى احلى، بتدي طعم. طبعا نوع السمنة اللي انت عايزاه، بس كل ما يكون نوع السمنة حلو بتديك نتيجة افضل في الحاجة. حطيت كده احطهم جنب بعض. شوف كل اللي كان مقطع في الجلاش ما بانش، ولفيناه وكان حلو جدا. شربته بالتشريبة اللي احنا عملناها الطريقة دي. وكمان هجيب سمسم وحبة البركة وهرش عليها، بتبقى سندوتش بيبقى جميل جدا. وكمان شوية جبنة عليها من فوق بتبقى روعة. عايزة تزودي الجبنة برضو حطيها، هتبقى حلوة جدا. عايزة تلغي الجبنة برضو، الجبن برضو حشية. انا هحط كمية بس بسيطة جبنة موتزاريلا، حطيت شوية صغيرين من فوق، وحطيت حبة البركة. وده كنت دخلتهم على فرن سخنة على 180. وكده البامية كانت غليت فعلى النار، هحطها في الطواجن عشان احطها في الفرن، وهخلط فيها الكفتة داود باشا. هحط كل شوية في طاجن وهحط فيها برضو الكفتة بحيث ياخدوا طعم بعض. هتكمل 10 دقايق في الفرن فياخدوا طعم الطاجن وطعم الكفتة مع البامية، هتدي طعم حلو جدا. الطريقة دي وصفة جميلة هتجربيها ان شاء الله، هتبقى فكرة جميلة لفطار حلو كده. وطبعا مسخنة الفرن، دخلته اول ما كده 10 دقايق خدتها في الفرن. هعمل لها كمان طشة، حطيت معلقة زيت على معلقة سمنة، ودقة توم بالكزبرة، دقة توم بكزبرة ناشفة، وهديها الطشة زي طشة الملوخية بالظبط. جميلة 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 كده. راح احمرها على طول وهنطشها فوق البامية، بتدي طعم حلو قوي لغاية ما نصفر ايدينا طبعا فيها عشان ما تتحروقش. وهطشها على الطواجن كده، وتشيتها على الطواجن. جميل، ريحة خطيرة ريحة خطيرة، وطعم كمان كان جميل جدا. الطريقة دي شو الطواجن جميلة خالص. وكمان ادي الجلاش استوى على طول، ما بيكملش ربع ساعة. حلوة جدا، سندوتشات منفصلة وحلوة. وهفتحها لك اهي، عايزة تقدميها واحد واحد، انا عملتها بالسندوتشين بالطريقة دي. شوف الكفتة استوت وجميلة. وكمان قدمت جنبيها الرز عملناه كذا مرة، وكان عندي كمان صينية رقاق من يوم قبليه في التلاجة، فانا قدمتها معاه. وكده هيكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة. ويا رب يكون الفطار النهاردة هتاخدي منه فكرة وتجربيها وتعجبك. وجربتيها وعجبتك اعملي لايك وشير واشتراك في القناة. إلى اللقاء في فيديو أحلى كمان.